صدقوني ان هذه الوصفه اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم ديال البصله غادي تصدمكم النتيجه ديالها في ازاله التجاعيد وفي شد البشره. هذه الوصفه كتقضي على التكماشه البنات، يعني اللي وجهها مكمش، اللي عندها البشره ديالها الشاحبه، اللي عندها وجهها بانوا فيه تجاعيد كثيره، فهذه الوصفه غادي ديريها غادي تفاجئي من النتيجه. كذلك هذه الوصفه كتقضي على البقع، كتقضي على الكلف، على الطبايع اللي كيكونوا في البشره يعني البقع، كذلك كتوحد اللون ديال البشره، ومن اروع الوصفات. وصفه كتعطي واحد النتائج يعني سحريه في علاج التجاعيد، كذلك في توحيد لون البشره. فإلا كان اختي الوجه ديالك حالته فقدتي فيه الامل، بغيتي شي حاجه اللي ترجع لك ليه الحيويه، فجربي لي هذا الكريم هذا اللي غادي نشارك معاك اليوم، واللي هو يعني كريم المكونات ديالو عندك في الدار، شي حاجه اللي بسيطه والطريقه يعني سهله بزاف بزاف. فتبعي معايا الفيديو وجربي لي هذه الوصفه هذه، ولكن قبل ديري واحد الفوطو البشره ديالك، يعني واحد الصوره قبل وبعد ما تستعملي هاد الوصفه اللي غادي نعطيك، وغتشوفي النتيجه يعني مبهره. غتشوفي بعويناتك ان هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيك غادي تفتح لك البشره ديالك، وغادي تقضي على التجاعيد، خصوصا اللي كتكون يعني تحت العينين او في الجبهه او اللي غتكون حول الفم. المهم شي حاجه اللي زوينه بزاف، وكنتمنى ويا ريت انكم تجربوا هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم وعن تجربه. المهم غادي نبداو الوصفه ديالنا كما كتشوفوا معايا. عندنا اول مكون اللي هو البصله، واخا تكون بيضاء ماشي مشكل. المهم غادي ناخذ واحد البصله هكا تكون متوسطه اللي تنقشروها كما كتشوفوا معايا. ولكن قبل ما نكملوا الفيديو كنتمنى انكم ما تبخلوش عليه بواحد لايك البنات. الله يحفظكم، الله يعطيكم صحتكم، خليو لي غير داك اللايك، كتشجعوني به كتفرحوني. فبلا اللايكات ديالكم راه ما كاين حتى شي حاجه. فنتمنى انكم كاملين تخليو لي البصمه ديالكم ديال لايك تكون حاضره في هذا الفيديو هذا. واللي بغات تسولني على شي حاجه بخصوص الوصفه مرحبا، خليو لي في التعليقات. فالوصفه كما كتشوفوا معايا بعد ما قشرت هذيك البصله غادي نحكها هكا في الحكاكه. هنا غادي ناخذ حنايا العصير ديال البصل، هو اللي غادي نحتاجوه في هذه الوصفه هذه. غادي نحكوها مزيان هذه البصله كامله. المهم غنديروا بصله كما قلت لكم متوسطه، ماشي تكون بصله صغيره، تكون بصله متوسطه. غادي نحكها مزيان كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه ممكن ديروها حتى للجسم، يعني اللي عندها تحت الابط ديالها عندها سواد، او عندها ديك الكحوليه او الزروقيه اللي كتكون في الركابي او الجسم ديالها فيه يعني اماكن اللون ديالهم غير موحد، فجربي ليهم هاد الوصفه هذه اختي، وانا متاكده انك غترجعي تشكريني عليها بزاف بزاف. كما كتشوفوا معايا من بعد ما حكيت هذيك البصله غادي دابا ندوزو باش غادي نصفيوها، ناخذوا غير داك الماء ديالها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعصير ديال البصل كيقضي على البقع الداكنه، لانه كيحتوي على واحد الماده كبريتيه اللي كتقضي على البقع البنيه بالخصوص، وكذلك الاثار ديال الحبوب. المهم غادي نصفي هذه الكميه هذه اللي عندي كما كتشوفوا معايا، غادي نصفيها مزيان، ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا التتمه ديال الوصفه، وتشوفوا معايا اشنو غادي نحتاجو من مكونات اخرى. المهم غادي نستمر بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا حتى غادي نصفي هذه الكميه هذه اللي عندي. كما كتشوفوا معايا الطريقه سهله يعني بسيطه بزاف، وصراحه كاين بزاف البنات اللي كيعانيوا مع يعني المشكل ديال الحبوب في البشره، فهذه وصفه سهله جربوها. غادي ان شاء الله تحيد لكم الحبوب، غادي تقضي لكم على الطبايع اللي في الوجه اللي كيبقاو ديال الحبوب اللي تيخسروا الوجه من بعد ما تيبس داك الحبوب وكيمشي، كيبقى داك الطبايع ديال الحبوب كيبقاو هما اللي صراحه تيخسروا الوجه بزاف. هنا من بعد ما كما شفتوا معايا صفيت هذيك البصله، تناخذوا الماء ديالها غنديروه هنا في واحد الكاسرونه بهذا الشكل هذا. من بعد ما خدينا هذا العصير ديال البصل غادي نزيدوا عليه نشا، يعني النشا ديال الذره او دقيق الذره. بالنسبه للكميه اللي غادي نحتاجوها ديال النشا، المهم ملعقه كبيره. ما تكثروش هنا النشا البنات، لان لا كثرتو
راه كيولي داك الخليط ثقيل من بعد ما كتسخنوه، يعني غادي يولي لكم ثقيل بزاف وما غاديش تقدروا انكم تستعملوه يعني تستعملوه صافي خلاص غادي يخسر لكم. فحاولوا ما امكن ديروا كميه تكون تكون يعني قاده مع داك الماء اللي عندكم ديال البصله او عصير البصل. المهم انا هاد الكميه اللي عندي راه غندير معاها ملعقه كبيره كيف ما شفتوا معايا، غير يعني ما تكثروش بزاف النشا لانه لا كثرتو الخليط كيجي ثقيل بحال تيعقد بزاف. تنخلطوا هاد النشا حتى كيذوب لينا مزيان، من بعد غادي نديهم على النار نبقى نخلط مزيان حتى يولي ليا واحد الخليط اللي على شكل كريم. وغنرجع معاكم، ولكن ضروري تحركوا قبل ما توضعوه على النار هكا باش ما يخسرش ليكم. وهنا من بعد ما ديت الخليط على النار كما كتشوفوا معايا انا كنحرك او بدا كيتقال، كنبداو تنحركو مزيان. هذا هو الشكل ديالو كيفاش ولا. دابا غادي نرجع معكم من بعد ما غادي نطفي عليه النار. فهو ما كياخذش وقت كثير البنات، تقريبا كاع واحد 4 دقائق 3 دقائق ماكسيموم. هذا هو الخليط كما كتشوفوا معايا. انا هنا خليته برد، داكشي علاش تقال شويه، خليته برد ما صورتش يعني من مور ما طفيت عليه النار. صافي هذا هو الخليط كما كتشوفوا معايا. ضروري كتاخذوا واحد القرعه ولا واحد الحك ديال شي كريم اللي كتوضعوا فيه هذا الخليط، ضروري هكا باش كتحتفظوا به يعني في شي حاجه اللي تكون كتسد وما يخسرش ليكم. المهم غادي نوضعوا هاد نوضعوا هاد الخليط هنا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. المهم من بعد ما غادي نحتفظوا به في هذا الحك غنخليوه البنات بحال هكا واحد سيمانه هكا في الثلاجه، كتبقاو تجبدوه وكتبقاو تحضروا منه الكريم ديالكم. المهم من بعد ما غادي ندير هاد الكميه كامله هنايا. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نحضروا الكريم ديالنا، غير تبعوا معايا لا فيديو. المهم غادي نجيبوا واحد الزلافه اللي فيها غادي نخلطوا الوصفه ديالنا. هاد الكريم كتجبدوه وكتخلطوا منه القياس اللي بغيتو، يعني ماشي غديريه ماشي غادي تخلطيه وديريه في هاد الحك، لا غادي تحتفظي به في الثلاجه وملي تبغي تستعمليه غادي تخلطي هاد الخلطه هذه اللي غادي نعطيك. المهم بالنسبه للوصفه غادي نحتاجو فيها الخرقوم كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ هنا واحد الكميه، فكل وحده غتاخذ القياس اللي غادي تستعمل ديك الساعات، يعني القياس اللي غادي يكفيك على حساب البلايص اللي غديري نتي. غناخذ انا هنا تقريبا واحد الملعقه كبيره كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ناخذوا زيت الزيتون البنات كما كتشوفوا معايا. زيت الزيتون غناخذوا هنايا غير واحد شويه ماشي بزاف، كما كتشوفوا معايا هكا تقريبا واحد نص معلقه صغيره. وغادي نخلطوه مزيان مع هذا الكريم حتى يتخلط لينا. هنا ممكن ديروا زيت اللوز اولا المهم اي زيت عندكم كتستعملوه البشره ديالكم ديروه في هذه الوصفه، اولا زيت جوز الهند اولا اي زيت. وغنخلطوا مزيان هاد المكونات هادو حتى يولي لنا واحد الخليط اللي منسجم. من بعد غادي ناخذوا هاد الحليب المجفف، ناخذوا غير معلقه صغيره مع هاد الكميه هادي، وغنحاولوا اننا ندمجوها مزيان، يعني هاد الكميه ندمجوها مزيان مع هاد الخليط حتى يولي لنا واحد الكريم على شكل بوماد. بعد ما غنخلطوا الوصفه ديالنا غندوزو كيفاش غادي نستعملوها
لان الطريقه مهمه بزاف، الطريقه ديال الاستعمال. المهم هذا هو الخليط كما كتشوفوا معايا. غادي دابا نوريكم كيفاش غادي تطبقوه. مهم كديروا به واحد التدليك للبشره ديالكم، العنق، يعني لاي منطقه. الا درتوا البشره ديالكم ما تنسوش العنق، لان هاد الوصفه كتبيض وكتصفي وكيبقى الفرق كيبان. المهم كدلكوا بحال هكا، نتوما كي كتشوفوا معايا كدلكوا مزيان لمده ديال واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق. الوصفه سهله وحتى الطريقه سهله. بعد ما غادي تدلكي البشره ديالك مزيان غتخلي هذا الكريم 20 دقيقه، ومن بعد غتغسلي البشره ديالك بالماء يكون دافي، ومن بعد تستعملي الماء بارد هكا كيسد لك المسامات، وكذلك يعني تيجبد البشره وما تيخليش البشره تعرض للتجاعيد. هذه هي الوصفه كما كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وجربوها، و ما تنسوش واحد لايك للفيديو، وبارطاجيو هذه الوصفه مع الناس اللي كتعرفوهم كيعانيو من التجاعيد اولا من الكلف. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. بغيتو تسولوني شي حاجه مرحبا، خليو في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وفي امان الله.